بيبدأ الفيلم في حفلة مع عيلة أندرو، واللي بيبقى قاعد بيراقب مدرسة الرقص واللي بترقص مع الأطفال اللي زيه بكل حب. فبيفضل يراقبها لحد ما بيشوفها بتتكلم برا القاعة وبتكون بتعيط، فبيتأثر جدا وبيزعل على زعلها. وبعد شوية بيروح ينادي على أمه وبيعترف لها إنه بيحب المدرسة بتاعته وإنه متأكد إنها كمان بتبادله نفس الشعور. فبتستغرب والدته وما بتكونش قادرة ترد عليه وبتسيبه وبترجع لمكانها. وبعد الحفلة بيطلب أندرو من مامته تستناه في العربية، وبيروح بنفسه للمدرسة وبيسألها لو هو هيشوفها تاني، وبيعترف لها وهو متوتر جدا إنه معجب بيها. فبتبتسم المدرسة وبتقوله إن دي أحلى حاجة اتقالت لها في حياتها كلها، لكنها كبيرة جدا عليه ومش هتقدر تكون معاه. فبينهار أندرو بعد ما بيترفض لأول مرة في حياته، وبيركب العربية مع أمه وجوزها وهو حزين. فبتحاول أمه تخفف عنه، وبيعدي 10 سنين وبيتخرج أندرو من الجامعة، وبيكون عنده أخ أصغر منه واللي بيكون اسمه بيلي، وبيظهر إنهم صحابه قريبين جدا من بعض. وبنشوف أندرو وهو مع حبيبته في حفلة وبيبقوا مبسوطين جدا، لحد ما فجأة بتسأله حبيبته عن اللي هيعمله بعد الجامعة. فبيفضل أندرو يتوه في الموضوع لحد ما بيقول لها إنه هيسافر معاها برشلونة، لكن حبيبته بتطلب منه يتكلم معاها بجد. فبيقول لها إنه هيدور على شغل في جمعية للأطفال زي ما كان بيحلم، وهيحاول يجي برشلونة عشان يعيشوا فيها سوا. فبتعيط مايا حبيبته وبتحضنه كأنها بتودعه. وبعد فترة بتسافر مايا وبيشتغل أندرو في مطعم، وبيبقى زهقان جدا من شغله وكل شوية يتصل بمايا اللي ما بتردش عليه. وبالليل بيقعد أندرو مع عيلته عشان يتعشوا، وهناك بيعرف إن والدته تعبت تاني واتخانقت مع واحدة من الأمهات في المدرسة. فأندرو بيتعصب من جوز والدته عشان مش مخلي باله منها. فأمه بتطلب منه يروح مع بيلي لحفلة واحد صاحبه، وده لأنها مش هتقدر تروح. فبيوافق أندرو وبيروح الحفلة مع أخوه، وهناك بيقابل ميسي صديقته من الطفولة واللي بتحكي له عن الديكورات اللي اتغيرت في الحفلة على آخر لحظة. وبيفضلوا يتكلموا سوا لحد ما فجأة بتدخل الأم مع بنتها الحفلة، فبتشاور ميسي عليها وبتقول لأندرو إن دي الأم المجنونة وبنتها واللي كانوا السبب في تغيير الديكور. وبتحكي له إن البنت مصابة بالتوحد، وده لأنها دخلت المدرسة متأخر 3 سنين. وبيستغرب أندرو جدا، وده لأن شكل الأم صغير، وبيخمن إنها كانت أم من وهي في الثانوية. وبتبدأ الحفلة وبيبقى الكل قاعد من غير ما يرقص. فبيقرر أندرو إنه يخلي أخوه وأصحابه يرقصوا، وبيشغل لهم الأغاني اللي هم عاوزينها، وبيلف بعدها على كل ترابيزة عشان يشجعهم يقوموا يرقصوا لحد ما بيوصل لترابيزة الأم وبنتها، وبيتعرف عليهم وبيتعرف على الأم دومينو والبنت لولا. فبيشجعهم إنهم يقوموا يرقصوا معاه، وبيفضل يضحكهم لحد ما بيفقد الأمل إنهم يوافقوا وبيمشي. وبيروح أندرو يرقص مع الأطفال والأمهات لحد ما بيشوف دومينو واقفة لوحدها، فبيروح يتكلم معاها وبيعرف إن بنتها مصابة بالتوحد وعشان كده ما بتحبش الاختلاط القوي لأنه بيتعبها. فبيراهنها أندرو إنه يقنع بنتها ترقص معاه، وبتوافق دومينو وبتقوله إنها هتديله $300. فبيروح أندرو يتكلم مع لولا وبتتفرج عليهم دومينو من بعيد لحد ما بتتفاجئ ببنتها لأول مرة بتقوم ترقص. فبتفرح جدا وبتسيبهم يرقصوا سوا، وبعدها بتروح ترقص معاهم. في الوقت ده بيتفرج باقي الأمهات على أندرو وهو بيحيي الحفلة وبيخلي كل اللي فيها مبسوط. فبيعجبوا جدا بيه وبيفضلوا يتكلموا عليه وعلى والدته واللي ما بيحبوهاش بسبب مرضها. وبعد الحفلة بتروح دومينو تشكر أندرو إنه خلاهم يرقصوا معاه، وبتسأل بنتها إزاي أقنعها ترقص معاه. فبتقول لها إنه قال لها إنه هيشتري لها مكعب أحلى من اللي معاها بالفلوس اللي اتراهنوا عليها. فبتعجب دومينو بذكاء أندرو وبتاخد منه حسابه البنكي عشان تحوله الفلوس. وفجأة بيقاطعهم عدد كبير من الأمهات واللي بيقرروا يعرضوا على أندرو إنه يكون مسؤول عن تنظيم الحفلات اللي جاية، وده لأنه مرح وموهوب. فبيرجع أندرو البيت وهو في قمة سعادته وبيحكي لوالدته وجوزها عن اللي حصل. فبتفرح والدته جدا وبتشجعه وبيعتبره شغل خاص بيه وبيفتح شركة على أساسه، بعكس زوج والدته اللي بيقوله يعتبره حاجة مؤقتة ويقلل بس ساعات الشغل في المطعم اللي هو فيه من غير ما يسيبه. فبيتضايق أندرو من عدم تشجيع جوز أمه ليه، وده لأنه هو اللي بيبقى مربيه. فبتقعد والدته معاه وبتطلب منه ما يهتمش برأيه ويفكر في اسم لشركته الجديدة ويعمل دعاية كمان لنفسه، وده لأنها متأكدة إنه هيبقى ناجح فيها. فبيقطعها أندرو وبيسألها لو هي فعلا سعيدة مع جوزها اللي ما بيعرفش يقول كلام حلو ده. فبتأكد له والدته إنها مبسوطة وإنها كمان بتحبه. وفي تاني يوم بيقرر بيلي إنه يساعد أخوه يعمل فيديو عشان يعمل له دعاية. فبتفرح والدته جدا وبتوري الفيديو لأندرو اللي بيبقى خايف وقلقان من شكله قدام الناس. فبتحاول والدته تشجعه إنه يفكر في الموضوع على إنه شغل، وده لأنها في النهاية حاجة بيحبها. فبيتعصب أندرو وبيعترف لها إنه ناوي يحوش فلوس عشان يسافر برشلونة، وبتستغرب والدته وبتسأله لو عاوز يسافر عشان مايا. فبيقول لها إن ده سبب من الأسباب، لكنه كمان نفسه يروح برشلونة من زمان.
زمان. فبتتعصب والدته وبتقوله ان ده مش هو اللي عاوزه وانه بس عاوز يمشي ورا حبيبته، وبيتخانقوا هما الاتنين مع بعض لحد ما والدته بتوقف الخناقه وبتقوله انها عاوزه يدور على حلمه، لان حلمه عمره ما كان السفر والا كان قال لها كده من زمان. وبالليل بيجهز اندرو نفسه لحفله جديده في الحي، وهناك بتحضر دومينو ولولا الحفله وبيسلموا على اندرو. واثناء الحفله بيلاحظ اندرو غياب دومينو وبيشوف لولا وفي واحد بيتنمر عليها وبتسيبه وبتمشي وهي زعلانه. فبيروح اندرو يتكلم مع الطفل وبيعرف انه اتنمر عليها لانها اكبر منه واطول منه، فبيتعصب عليه اندرو وبيتخانق مع الطفل لحد ما بيجي والده يتخانق معاه وبيتهمه انه سكران اصلا وما بيكونش عايزه في حفله ابنه. فبيتعصب عليه اندرو وبيطلب منه يروح بيته وياخد ابنه المتنمر ده معاه، وبيفضلوا يتخانقوا لحد ما بيطرد اندرو من الحفله وبيروح يقعد مع لولا بره وبيسالها عن اللي الولد قاله، وبيعرف انه قال لها انها مش المفروض تكون في الحفله لانها اكبر منهم. فبيطلب منها اندرو تستنى لحد ما يدور على والدتها ويوصلهم هما الاتنين للبيت. فبتشكره دومينو وبتخليه يسوق عربيتها، وبيرجع البيت وبيحس ان دومينو مريضه لكنها بترفض انها تتكلم وبتدخل تستحمى. فبيقعد اندرو مع لولا واللي بتوري له حيوان الهامستر بتاعها وبتتكلم معاه. وبعد شويه بتخرج دومينو من الحمام وبتطلب من اندرو انهم يتكلموا على انفراد، وبتحكي له انها مخطوبه من محامي اسمه جوزيف ومش عاوزه اي حد يعرف الموضوع ده. وبعدها بتعترف له انها حاسه معاه براحه كبيره على الرغم انها ما تعرفهوش كويس. فبيعرض عليها اندرو انه يشتغل جليس اطفال للولا في اي وقت تحب تخرج فيه لوحدها. فبتقول له دومينو انها هتفكر في الموضوع وبتطلب منه يسيب رقمه، وفجاه بتقرب منه وبتبوسه. فبيستغرب اندرو جدا وبيرفض يكمل معاها، فبتعتذر له دومينو وبتسيبه ويمشي. وفي تاني يوم بيفضل اندرو يدور على حساب لدومينو لكنه ما بيلاقيش اي حاجه عنها. وبالليل بيروح لبيت ميسي وبعدها بيدخل الحمام وبيشوف صوره لمايا وهي متصوره مع شخص غريب، وبيحس انها اتخلت عنه تماما بعد ما بطلت ترد عليه. وتاني يوم بيروح مقابله شغل في جمعيه عايز يشتغل فيها، وبعدها بيروح يعدي على اخوه في المدرسه واللي بيعترف له انه معجب ببنت معاه وعاوز ينصحه يتصرف معاها ازاي. فبيقول له اندرو كل يوم درس ينفذه معاها عشان تعجب بيه. وبالليل بيحضروا سوا حفله تانية وهناك بيعلم اندرو الاطفال رقصه معينه عشان يرقصوها في الحفله. وفجاه بيلاقي قدامه دومينو وبتسلم عليه وبتقول له ان خطيبها جاي مع لولا وانها قالت لهم هتسبقهم عشان بس تحذروا انه يتكلم باي شكل قدامهم. وفجاه بيجي جوزيف ومعاه لولا وبيتعرف على اندرو وبيبارك له على شغله الجديد كجليس للاطفال. فبيستغرب اندرو لكنه بيعمل نفسه عارف وبيشكره. وبعد الحفله بيقعد اندرو مع لولا في البيت عشان جوزيف يقدر يخرج مع دومينو، وبيفضلوا يلعبوا طول الليل. وبيبقى اندرو منبهر بذكاء لولا في كل الالعاب. وبالليل بترجع دومينو لوحدها للبيت وبتفضل قاعده مع اندرو وبيظهر اعجابهم ببعض وبيتكلموا سوا عن حياتهم. وبتحكي دومينو انها كانت بتعاني من الاكتئاب في معظم حياتها لكن بعد ما ولدت لولا بقت شخص احسن. فبيحكي لها اندرو عن مرض والدته واللي بيبقى خارج عن السيطره احيانا، لكن على الرغم من كده فهي كانت ام عظيمه طول الوقت. وبيستمر اندرو في وجوده مع لولا في الوقت اللي جوزيف فيه مع دومينو لحد ما في يوم بيرجع جوزيف للبيت، وهناك بيتعامل مع اندرو بشكل غريب وبيبقى كانه بيطرده من البيت وبيديله كمان الفلوس كاش وبيطلب منه يمشي. وفي تاني يوم بيصحى اندرو عشان يروح شغله في المطعم، فبيسالوا اخوه عن الدرس التاني اللي المفروض يعمله مع البنت اللي معجب بيها. فبيقول له اندرو يحاولوا يتكلموا سوا في مكان هادي بعيدا عن الناس. وفي المطعم بتيجي رساله لاندرو من دومينو واللي بتطلب منه يجي يقعد مع لولا لانها رايحه مكان معين لكنه لو رفض فهتتفهم ده. فبيرفض اندرو فعلا وبيقول لها انه عنده خطط تانية وبيروح لنفس المكان اللي قالت له انها هتروحه لكنه بيمثل انه مش مهتم. وبيرقص مع ميسي صديقته لحد ما بيقرر يلفت انتباهها وبيروح يقف قدامها وبعدها بيمشي. فبتروح دومينو عشان تتكلم معاه وبتسأله عن اللي بيعمله هنا وبتفهم انه جاي قصد، وبعدها بيرقصوا سوا وبيستمتعوا بوقتهم وبيخرجوا من الحفلة. فبيحكي لها اندرو عن توائم الروح واللي بيبقى شخص شبهها ومنسجم معاها بشكل مش طبيعي، وبيحكي لها انه قابل توائم كتير لروحه. فبتقول له دومينو انها مش مؤمنة بوجودهم. وبعد شوية بيرجعوا سوا للبيت وهناك بيسألها اندرو لو هي عاوزة تقرب منه اكتر ولا تبعد عنه، وده لانه حاسس انها عاوزة تعمل الاتنين. فبتقول له دومينو انها كانت متجوزة قبل كده من والد لولا لكنه تخلى عنها وما قدرش يعيش مع بنتها، ومن وقتها وهي بتعاني من الخوف ان حد يمشي ويسيبها عشان كده دايما بتقف في النص في اي علاقة. فبيقرب اندرو منها وبيظهر انجذابهم لبعض لحد ما فجأة بيجي جوزيف، وقبل ما يفتح الباب بتخلي دومينو اندرو يهرب من الباب الخلفي. فبيرجع اندرو البيت وهو متعصب وبيسأله اخوه عن النصيحة لبكرة وده لانه هيقابل حبيبته. فبيقول له اندرو انه ما عندوش نصايح وانه كل اللي فات كانت مجرد حاجات بيخترعها له لكنه شخص فاشل اصلا في علاقاته وما ينفعش ينصحه. فبيتضايق بالي
عليه من طريقة كلام أخوه معاه، وبينام وهو بيعيط. وتاني يوم بيجهز أندرو لحفلته بالليل، وهناك بيتفاجئ بوجود جوزيف، واللي بيقوله إنه ما بقاش محتاج جليس للولا لأنه خلاص هيكون معاهم في المدينة ومش هيسافر تاني، وبيقوله إنه مش عاوز يشوفه تاني عند بيته ولا قريب من لولا أو دومينو. فبيستغرب أندرو وبيسأله عن مكان دومينو، فبيقوله إنها في البيت ومش عاوزة تيجي الحفلة مش أكتر. لكن أندرو بيحس إن في حاجة غلط وبيقلق على دومينو وبيبقى نفسه يشوفها، فبيدخل الحمام وهناك بيقابل والده وبيتخانق معاه من غير سبب وبيخرج للحفلة. وفي طريقه بيقابل أخوه اللي بيطلب منه يقوله نصيحة، لكن أندرو بيقوله إنه مش فاضي وبيسيبه وبيمشي. فبيروح بيلي يتمشى مع حبيبته بره الحفلة، وفجأة بيشوف مجموعة شباب بياخدوا ألعاب لولا منها وبيضايقوها، فبيروح بسرعة يساعدها هو وأصحابه وبيتخانقوا سوا. فبيروح أندرو يلحقهم، وبتيجي والدته وزوجها كمان يتخانقوا مع أولياء أمور الأطفال المتنمرين. وفجأة بيضرب واحد فيهم والدة أندرو، فبيتعصب جوزها جدا وبيضربه ضربة قوية وبياخد عيلته وبيمشوا. وبيفرح أندرو لأنه أول مرة يشوف زوج والدته شخص قوي مش زي ما هو باين عليه. فبيقول له زوج والدته إنه عمره ما يقدر يشوف حبيبته بتتضرب ويسكت. وبيفهم أندرو لأول مرة اللي والدته كانت بتحكيهوله واللي كانت بتقوله عليه إنه مستحيل يفهمه دلوقتي. وفي البيت بيعتذر أندرو لأخوه وبيقول له إنه عدى عليهم 24 ساعة وهم مش كويسين، وبيقول له إنه هيديله آخر درس يتعلم منه، وهو إنه ما يفكرش اللي حواليه عاوزين منه إيه وينسى نفسه وهو عاوز إيه، وساعتها هيكون على طبيعته ومش هيستنى أي حاجة من أي حد. وبعدها بيروح بسرعة البيت دومينو عشان يطمن عليها، وبيصارحها إنه متأكد إنه مش عاوزها تتجوز جوزيف. فبتقول له دومينو إنها عاوزة تتجوزه على الرغم من إنه باين عليها إنها مش سعيدة، لكنها فعلا سعيدة، وده لأن جوزيف بيحبها هي وبنتها ومهتم بيهم وعاوز يلتزم معاها. وبتقول له إنها تعبت من حياتها لوحدها ومحتاجة تستقر وتحس بوجود حد دايم في حياتها. فبيقول لها أندرو إنه بيحبها وعاوز يكون معاها وحاسس إنها عاوزة كده. فبتقول له دومينو إنه عنده 22 سنة ومش هينفع تحرمه من سنه ولا هتقدر ترجع لشبابها تاني، وبتنبهه إن الحياة مش زي ما هو فاكر، وده لأنهم مش هيقرروا فجأة يبقوا مع بعض وهيلاقوا بعدها كل حاجة جميلة. وبتطلب منه يخلي باله من قلبه وما يديهوش لأي حد عشان ما يتأذيش بسهولة. وفجأة بيسمعوا صوت عربية جوزيف، فبيروح أندرو بسرعة لعربيته، لكنه بيتفاجئ إن جوزيف جاي وراه وبيطلب منه يفتح الشباك وبيشكره لأنه دافع عن عيلته وحماهم وبيسيبه وبيمشي. فبينهار أندرو وهو سايق العربية وبيفضل حزين طول الطريق. فتاني يوم بتيجي مكالمة لأندرو من الجمعية اللي كان نفسه يشتغل فيها، وبيتقبل هناك وبتبدأ حياته تتغير للأحسن، وبيرتبط بميسي اللي بتكون في نفس سنه وبيعيش حياته اللي المفروض يعيشها. وبعد فترة بتيجي دومينو تودعه قبل جوازها، فبيبص أندرو عليها هي وبنتها بحزن بعد ما حبهم وكان بيتمنى يعيش معاهم. وأخيرا بيقرر إنه يعيش لوحده في بيت منفصل عن عيلته عشان يبدأ حياة مستقلة. وبيعدي 6 شهور وبتظهر دومينو بفستان الفرح مع جوزيف وهم بيتجوزوا وبيكونوا في قمة سعادتهم. وفي مكان تاني بيظهر أندرو وهو بيرقص مع ميسي وأصحابه وهو كمان بيبقى سعيد. وبس كده بيخلص الفيلم. ما تنساش لو عجبك تعمل لايك وقولولنا رأيكم في الكومنتات.